ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. جايلكم فيديو جميل جدا هيعجبكم بإذن الله واقتصادي جدا إلى حد ما. تعالوا بقى نبدأ في الوصفة بتاعتنا. أول حاجة أنا بادئة بيها هنعمل الخيار المخلل السريع. يعني عايزة أقولك مش هيكمل ساعة، يعني هو دوبك نص ساعة بالظبط ويبقى جاهز على الأكل. تمام. أنا كده بقطع الخيار بتاعي، تقطعي بقى التقطيع اللي تحبيها. كده خلاص انا قطعت كمية الخيار بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. انا معايا بقى نص كوبايه من الخل وربع كوبايه من الملح، طبعا على حسب الكميه اللي هتعمليها، فانا مش عامله كتير فعشان كده مش مكتره الكميه. وكوبايه ميه مغليه، اهم حاجه تكون كوبايه الميه سخنه جدا. تمام. هقلب بقى المكونات دي كويس جدا مع بعض، واحط بقى يعني ايه نص معلقه صغيره كده من التوابل المشكله. ممكن تستغنى عن الخطوه دي مش مشكله، بس ايه هتطعم المخلل كده وتديله طعم حلو. عايزه اقولك بجد يبقى اسرع مخلل عملتيه واطعم مخلل بجد حلو جدا. وحطيت كده معلقه زيت واحده. كده خلاص هنزل بقى بالخيار واسيبه كده ايه نص ساعه مع نفسه او ساعه زي ما تحبي. هو ما كملش ساعه معايا بالظبط وكان حلو جدا. كده خلاص خلصنا من اول خطوه، تعالوا نشوف اللي بعدها بقى. هنا بقى نعمل عيش التورتيلا. بصوا هو عيش تورتيلا ومش عيش تورتيلا في نفس الوقت، فانتوا لما تتابعوا الفيديو هتعرفوا احنا عملنا ايه. انا معايا ايه يعني حوالي نص كيلو من الدقيق، حطيت رشه ملح ورشه سكر. هو عموما العيش اللي انا بعمله ده مش محتاجه الا رشه ملح ورشه سكر وملوش مقادير وبتعجني بميه فقط. تمام. بنزل بالميه تدريجيا كده لحد ما العجينه ايه تلم معايا. شايفين بتنزلي بالميه شويه بشويه. هنا كده خلاص وصلنا لمرحله العجن بقى، نعجنها كويس جدا. هلم بقى العجينه كده كويس. زي ما انتوا شايفين كده انا عجنتها كويس جدا. هضيف لها بس معلقه زيت بقى، بنلم العجينه بمعلقه زيت بس. هي عموما العجينه دي بتبقى بتلزق بسيط. تمام. حطيت لها كده معلقه زيت صغيره وهديها عجنه بسيطه واسيبها ترتاح. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله العجينه بقت لينه جدا وكويسه. هسيبها بس ترتاح شويه وارجع لها. هنا بقى لما سيبنا العجينه ترتاح هنعمل صوص الطوميه. تمام. انا هحط 3 معالق من النشا كبار وهضيف عليهم كوبايه ونص من الميه. يبقى 3 معالق نشا بياخدوا كوبايه ونص من الميه. هقلبهم على البرد الاول وبعدين نشغل النار. تمام. ما ينفعش تشغلي النار الاول عشان النشا ما يكلكعش معاكي. هدوبهم كويس وبعدين نشغل النار. التقليب المستمر اهم حاجه.
انا معايا بقى 3 فصوص من الثوم، هحطهم كده مع النشا وانا بقلبه. هي الخطوه دي اختياري، ممكن تحطيهم في الخلاط على طول يعني ساعه لما بنيجي نضرب المكونات مع بعض، بس انا حبيت احطهم هنا تاخد سنه تسويه كده عشان ما يبقاش الثوم بيلسع قوي. هو عموما برضو بيبقى باين يعني ما بيلحقش اللي هو يستوي، بس ما بيبقاش فيه لسعه جامده قوي. تمام كده خلاص هو استوى تماما. هشيله بقى احطه في طبق تاني عشان يبرد. تمام هنا بقى نضيفته في طبق تاني. معايا نص كوبايه من الزيت بقى، ومعايا كوبايه من الزبادي. ما عندكيش زبادي ممكن تستخدمي لبن، ما عندكيش لبن ولا زبادي اتكلي على الله واستخدمي ميه، مش مشكله، مش هيقول لا يعني. تمام بس الزبادي بيبقى حلو وبيخليه خفيف على المعده، ما يبقاش تقيل قوي يعني وكده. انا كده حطيت الزبادي في الاول في الخلاط، وبعدين نزلت بالنشا اللي احنا عاملينه. اديلهم بقى ضربة كويسة كده، وبعدين ننزل بالزيت كده تدريجيا عليه. وطبعا ما تنسوش تحطوا الملح، ونسيت اقول لكم معلقة كده من عصير الليمون. تمام كده بعد ما ضربت بقى المكونات كويس جدا مع بعض، شايفين ما شاء الله القوام بتاعه كريمي جدا، وعايزه اقول لك كان حلو جدا ما شاء الله بجد. شايفين بقى اللهم بارك، احسن وانضف من بتاع بره بكتير. لو انتي حباه خفيف عن كده ممكن تزودي شويه لبن. تمام مش مشكله يعني. كده بقى بعد ما سبت العجينه بتاعتي ارتاحت، شايفين ما شاء الله عامله ازاي، لينه جدا وفيها مط عاليه. هقسم بقى العجينه بتاعتي كده لكور صغيره على حسب بقى الحجم اللي انت عايزاه. طبعا انتوا وصلتوا لحد دلوقتي وكلكم مفكرين ان انا هعمل شاورما. لا نهائيا، هنعمل حشوه اقتصاديه خالص وموجوده في كل بيت. تابعوا معايا وانت تعرف. كده خلاص بعد ما قطعت بقى العجينه بتاعتي كده لكور صغيره، هبدا افرد فيها بقى. انا طبعا الخيار بتاعي ما شاء الله اتخلل وبقى كويس جدا، وطبعا حمرت بطاطس بقى والطوميه. دي الحشوه بتاعتنا، حشوه اقتصاديه جدا وحلوه ما شاء الله، تنفع بقى عشوه كده سهرانين بالليل بقى وعايزين حاجه كده تغيير، ما شاء الله تبقى حلوه جدا معاكم. تمام والخطوه بقى اللي انا هعملها جديده دي يعني اختراع كده جت في دماغي. قلت ايه بقى، بدل ما لسه هنعمل العيش التورتيلا ونسويه، طب ما نحط كله كده ني وبعدين يستوي مع نفسه، ونبقى خلصنا كده ونجزنا في الوقت، ما ناخدش وقت كتير في المطبخ. مش لسه بقى هنعمل العيش نسويه وبعدين نرجع نعمل الحشوة ونرجع نحطها على النار تاني. لا احنا نعمل كده كله في خطوة واحدة وننجز كده في السريع، وما نقفش في المطبخ كتير بما ان الجو حر اصلا يعني، فالواحد بيحب يخلص كل حاجة كده في السريع. انا هفرد بقى العيش بتاعي كويس، بس ما تخلوهوش خفيف قوي عشان ما تقطعش معاكي وانت بتلفي الساندوتش. هحط بقى كده معلقه من صوص الطوميه. طبعا الحشوه اختياري اللي انت تحبيه، عندك لحمه مفرومه، عندك شاورما، عندك اي حاجه احشي بيها. تمام انا حبيت اعمل لكم حشوه اقتصاديه كده وحلوه. طبعا بقى حطيت شويه كده من ميكس من الجبن والبطاطس والخيار المخلل، وهلف بقى السندوتش بتاعي كده واقفله كويس جدا، وتبقي عملتي حاجه عظمه ما شاء الله. وبجد الاولاد هيفرحوا بيه جدا، وفي نفس الوقت ما وقفتيش كتير وانجزتي. هعمل معاكم اكتر من واحد. عايزه اقولك بجد والله طلع وهم. شايفين ما شاء الله، والخيار ده حاجه عظمه بجد.
يا ريت بقى لو وصلت معايا الفيديو لحد دلوقتي متنسيش تحط اللايك الحلو بتاعك، ولو مش مشتركة في القناة يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس الكل عشان يوصلك كل جديد. عايزه اقولك بجد السندوتش ما بيفكش منك نهائي. يمكن لما انتي كنت بتيجي تعمليه اللي هو العيش التورتيلا لما بيكون مستوي وتيجي تلفيه احيانا بيفك منك، ده لا نهائي طبعا، بيبقى متماسك جدا وحلو. وانا هوريكم برضو في الاخر عامل ازاي الحشوه ما خرجتش بره ولا السندوتش اتقطع ولا اي حاجه خالص. وزي ما قلت لكم الحشوه اختياري اللي انت تحبيه. بس بذمتكم مش طريقه سهله ولا لا؟ اتمنى لو عجبتكم الطريقه تكتبولي في الكومنتات تحت. اهم حاجه تقفليه كويس جدا. كده خلاص بقى انا جبت الصينيه بتاعتي وحطيت فيها كده معلقه من الزيت وهوزعها كويس جدا، وهنزل بقى ايه بالسندوتشات اللي احنا عاملينها. اهم حاجه بقى النار بتاعتك تبقى وسط، ما تبقاش ولا هي عاليه قوي ولا هي هاديه قوي، عشان السندوتش بتاعك يستوي ما يبقاش عجين. تمام. طبعا بقى بنقلب السندوتش كده على جميع الاتجاهات عشان ما يبقاش فيه مكان مستوي ومكان لا يبقى فيه عجين. تمام. هنا بقى خلاص كانت السندوتشات بتاعتي خلصت. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدا ومتماسك، والحشوه نهائي ما خرجتش بره. شايفين؟ بجد عظمه والله العظيم، روعه جدا. ولا اسهل من كده. عشوة سريعة تقومي على طول تعمليها ومش هتاخدي وقت، ومش هتحتاجي ان انتي تخرجي بقى تجيبي حاجة من بره، كل حاجة موجودة في البيت. السندوتش كان ساخن جدا وانا بقطعه، معلش. شايفين بقى الجمال ده؟ يا رب يكون الفيديو بتاعي كده كان خفيف على قلوبكم. متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، واقول لكم بقى دمتم سالمين واسيبكم في رعاية الله وحفظه.